السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يلا مفيش أحلى ولا أعز ولا أجمل منكم. العواف عليكم يا حبايب قلبي، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. قالكوا ايه بس يا ولاد، والله وحشتوني جدا جدا جدا. العواف عليكم يا حبايب قلبي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل ايه؟ بنغيب غيبتنا بقى يا ولاد. بس هنعمل ايه، هو امر الله فينا كده. لسه والله لحد دلوقتي النت ما جاش. ادعولنا ادعولنا والله ربنا يرزقنا بنت. آه النهارده كده قاعده لا بيا ولا عليا، وقلت يا بنتي يا ام اسامه قومي اعملي حاجه كده، يعني حاجه سهله وبسيطه ولزوم الشتا. النهارده بقى عايزه اعمل الكيكه من ايد امهاتنا بروايح الزمن الجميل. بس والله يا ولاد عايزه اقول لكم انكم وحشتوني جدا، وحشتوني جدا جدا جدا. وحشتني بيان، وحشتني ساره، وحشتوني كلكم كلكم. يعني لو طول اقول لكم وحشتوني قد ايه مش هوفيكم حقكم والله. كل بقى هنشتغل النهارده بدرجه حراره الغرفه كله، وهقول لكم ايه اسباب هبوط الكيك. بصراحه اسباب هبوط الكيك ما بتنفعش معاكم، عشان خاطر يا حبايب قلبي انتوا بتشتغلوا مش بدرجه حراره الغرفه، فده هو اللي بيسبب المشكله دي. هنا بقى حطيت 5 بيضات، عشان البيض عندي صغير. وهحط بقى 1.25 كوباية من السكر، ودي المقادير المظبوطة. ازيكم يا ولاد، عاملين ايه؟ والله وحشتوني، وحشت ان انا اتكلم معاكم، بس اعمل ايه بقى، ما فيش نت والله لحد دلوقتي. اعمل لكم كيكه ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله هتطلع تحفه. دول باكوين من الفانيليا. لازم نحط فانيليا لانها بتدي يعني بصراحه بتدي نكهه حلوه جدا للكيكه يعني. كل حاجه لازم تبقى بدرجه حراره الغرفه. هنضرب دي بقى بالايه، بالمضرب الكهربائي. اللي ما عندهاش مضرب كهربائي يبقى مضرب يدوي. اللي ما عندهاش مضرب يدوي لا ده ولا ده تعمل بايديها. والله كنا زمان يا ولاد نعملها بايدينا. ادينا بقى يا ولاد ضربناه، وحجم البيض بسم الله ما شاء الله تضاعف. بص بقى، تفضلي تضربي لحد ما اولا حجم البيض يتضاعف ويفتح كمان. وهنا بقى يا حبايب قلبي هننزل بكوباية من الزبادي بدرجة حرارة الغرفة، ونضرب على أعلى سرعة.
هنا بقى هننزل بنص كوباية من الزيت بخط رفيع جدا وبالبندرة بالكهربائي برضو. كده بقى يا حبايب قلبي كده خلطنا المكونات السايلة مع بعضها. هنسيبنا من البندرة بالكهربائي، ولازم تمشي بالخطوات دي لأنها يا جماعة الخير هي مهمة جدا جدا، ودي من أسباب نجاح الكيك. هنا بقى هنضرب ده، هنضربها بالكوب المعياري، بنفس الكوب اللي أنا بعاير بيه. أحط كوباية من الدقيق وأحط عليها ذرة ملح، تمام. وهحط كيس كيك شيف أو بيكنج باودر. يحكم بقى يا حبايب قلبي التصوير، يحكم بتاع الأنابيب يعدي، بتاع الربابيكيا يعدي، عادي يا ولاد. بس هنعمل ايه؟ عادي يا زبائن. هنحط بيكو كام يا حبايبي، وننخلها مع بعضها كده. ماشي يا عم الحاج، ماشي. ماشي يا عم الحاج، خد راحتك، حد قالك حاجات. وللمضرب اليدوي وفي اتجاه واحد، تمام. كده المكونات الجافة خلصت. ده هما كوبايتين في اتجاه واحد. انا ما ببسطش في الوقت ده معاكم يا حبايب قلبي عشان اوريكم الخطوات بالظبط. فصلت معاكم على بال ما الاذان يخلص، ونحط بقى اللهم صل على رسول الله، قولوا عليه الصلاة والسلام، الكوباية التانية. انا عملتها باللبن الحليب طلعت تحفة، وهعملها بقى باللبن الرايب ونشوف. والله زمان يا ولد لا كان فيه مضارب، لا كان فيه حاجة، كانت الناس تعملها زي الفل وبإيديه عادي. عندك دي اعملي وعندك دي اعملي، المهم ما تحرمش نفسك. المهم انكم وحشتوني يا ولاد، والله وحشتوني جدا جدا. عاملين ايه يا ولاد؟ عاملين ايه في السقعة دي؟ يلا قوموا اعملوا اتشطروا كده واعملوا كذا. انا ما بفصلش معاكم الفيديو اهو عشان تشوفوا كل حاجة.
تشوفوا كل حاجة يا ولاد، ودعوة حلوة من قلبكم الصافي كده ليا في التعليقات. والله يا ولاد بتسعدني تعليقاتكم الجميلة وبشكركم عليها، بس غصبا عني والله متأخرة غصب عني. أنا لازم أضرب واسمع عشان ما يبقاش فيه كلاكيع خالص، ومانيش فاصلة معاكم الفيديو اهو يا حبايبي. هنبطن بقى الصينية ونرجع لكم، ضربناها لحد ما عادش فيه كلاكيع كده ولا حاجة. هنبطنها بالزيت والدقيق ونرجع لكم يا حبايب قلبي. كده يا حبايب قلبي بطلنا الصينية بالدقيق. نيجي بقى ايه نفرغ فيها. ما اكدبش عليكم يا ولاد بصراحة كده ان انا بحب السائل ده جدا، عشان بقى يعني نفرغ الهواء اللي فيه. خبطتين جامدين 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 اوي يا ولاد، اوي اوي، واتركوا على قد ما تقدروا. مش بس كده، لا لازم كمان تمسكوا شيقة او خلة وتعملوا بقى كده، تفرغوا الهواء اللي فيه خالص، اي هواء فيه يتفرغ. اخبطوا على قد ما تقدروا، شغلوا القوات المسلحة يا ولاد. هنا بقى دخلتها الفرن على درجة حرارة هادية خالص. ما اخفيش عليكم بقى يا ولاد، بصراحة ما بتتولعش عليها من الجنب، وحطيها على درجة حرارة هادية. وكالعادة بقى الفرن ليس ساخن مسبقا، لا يا ولاد ما ينفعش تحطيها والفرن هتلاقيني ليه بقى ده حامي، وتحطيها بقى وتقعدي جنبها. عملنا الكيك يا ولاد ونجحت وطلعت قمر القمر. تعالوا بقى اما نوريكم. حبيت بقى يا ولاد اقطع حته كده صغننه علشان لو كانت وحشه ما كنتش هنزل الفيديو. انزله ليه وهي مش حلوه؟ ده انا ما نزلكوش الا كل حلو. اقسم بالله تحفه تحفه، ومسمها ضيقه وقمر. طب قولي لنا الطعم يا بنت يا مرسال. احلى كيكه عملتها في حياتي. يعني ما طعم تحت شويه بس حلوه حلوه وطعمها جميل، والله طعمها حلو قوي يا ولاد. والله يا ولاد انها قمره ولا محروقه ولا حاجه، تحفه. تاكلوها بألف هنا على قلوبكم. وفي جو الباجور بقى والجو الساقع ده اهو، قوموا كده ما تكسلوش واعملوها. ده مش حرق يا ولاد، والله ما هي محروقه. لو محروقه ما انا هقول لكم محروقه اهي، عينك اهي اهي اهي، وقمر وطعمها جميل. وبألف هنا وشفا لكل اللي هتعملها مطرح ما تسري تملي. بس ما تنسونوش بقى من دعواتكم ولايكاتكم الحلوة الجميلة. نقعد مع بعض شوية على بابور الجاز كده ونذكركم بقى بذكريات الزمن الجميل. والله يا ولاد مدفي الأوضة فعلا، مدفيها فعلا فعلا.
وإذا وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونيش من اللايك والشير، لايك مجدع منكم. أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.